السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل اكله اقتصاديه وحلوه جدا. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه هعملها الورد او البصل المحمر. احط طاسه على النار واحط فيها شويه زيت، واول ما يسخن هجيب بقى كيس من البصل اللي انا مفرزاه معاكم، اللي متقطع قطع صغيره، واحط زي ما هو متلج. شايفين؟ بيكسر معايا بكل سهولة، يعني ما بيبقاش ملزق كده ببعضه وجامد، لا بيكسر معايا بكل سهولة. وهقلب فيه لغاية بقى ما يتحمر. انا مش هحط عليه لا دقيق ولا هحط عليه اي حاجة خالص، وهيبقى مقرمش معايا وحلو جدا. اقعد اقلب فيه، اخلي ايدي فيه كده على طول، علشان عايزة البصل يبقى كله لون واحد. البصل بعد ما اتحمر معايا وخد اللون الذهبي، طلعته على مصفى، لان المصفى بتصفي الزيت اللي فيه وبتخليه مقرمش وحلو جدا. واحط بقى حله على النار واحط فيها معلقه سمنه كده وشويه زيت، واول ما يسخنوا انزل بقى بشويه بصل كده برضو اللي احنا مفرزينه، متقطع قطع صغيره، واقعد اقلب فيه. انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يدبل بس. واول ما احس ان هو هيدخل في اللون البني او اللون الذهبي، هروح نازله عليه بالرز والعدس بتاعي. انا هنا حاطه 3 كوبايات رز وكوبايه ونص عدس. بحط العدس نص كميه الرز، بيبقى حلو جدا. شايفين البصلة أخدت بداية اللون كده؟ أول ما تيجي تحمر هنزل بقى بالرز والعدس. طبعا أبقى غسلهم كويس جدا ومصفيهم، أنزل بيهم على البصلة وأقلبهم بقى كلهم كده يتغلفوا بالبصلة وبالسمنة وبالزيت. أقلب بقى كويس قوي، وأحط معاها الملح بتاعي وشوية كمون. الكشري الأصفر بيحب الكمون، بيديله طعم حلو جدا. بعد بقى ما حطيت الملح والكمون، اديهم كده تقليبه كده كله مع بعض. بعد كده هنزل بالميه بتاعتي. انا دلوقتي حاطه 3 كوبايات رز وكوبايه ونص عدس، يعني 4 كوبايات ونص. هحط الميه 4 كوبايات ميه بس، يعني هنقص نص كوبايه علشان الرز والعدس ما يعجنش معايا. يعني بننقص نص كوباية من المقادير، هتلاقيه معاكي بقى مفلفل وحلو جدا، ولا هيعجن ولا أي حاجة. طبعا هقلبه تقليبة واغطيه واسيبه لغاية ما يشرب المية بتاعته. وأول ما يشرب المية هوطيه خالص واسيبه 10 دقايق واطفي عليه النار. وهتاكلي بقى أحلى كشري أصفر. قبل بقى ما الكشري يستوي معانا هنسلق البيض. حطيت بقى البيض في حلة على النار، وحطيت عليه المية، والميه ما تغطيهوش خالص. لو غطيتي الميه هتلاقيه بقى هيفور ويلقلق وهيشرخ منك، لكن لا، ما تغطيهوش بالميه خالص. ونحط معاه معلقه ملح صغيره ونسيبه 7 8 دقايق يستوي. البيض بقى بعد ما اتسلق شطفته وقشرته، وهندحرجه بقى في معلقه سمنه بلدي. يبقى الله على الجمال، طعمه يبقى حلو جدا. حطيت طاسه على النار وحطيت معلقه سمنه بلدي، ورشيت عليها شويه ملح علشان البيض ما يلزقش في الطاسة. وأول ما السمنة سخنت كده هروح حاطة بقى البيض اللي أنا قشرته، واسيبه بقى يتحمر كده ويتدحرج مع بعض، يبقى حلو جدا. وفي بقى ناس عايزين البيض مش سليم، عايزين البيض مقطع طرنشات، فرحت مقطعة كده 2 3 طرنشات، ورحت حطهم برضو عشان يتدحرجوا مع البيض السليم. شايفين؟ بياخد اللون الذهبي. الله على الجمال، وريحة السمنة بقى البلدي معاه تحفة، حلوة جدا. أول ما يتحمر من تحت هروح قلبها على الناحية التانية عشان ياخد من الوشين اللون بقى المحمر الحلو جدا. شايفين لونه؟ لون البيض تحفة، وطعمه بقى بيبقى حلو جدا، وخصوصا اللي مقطع طرنشات بيبقى واخد من طعم السمنة بقى وبيبقى حلو جدا. والكشري بتاعنا كمان استوى. الله على الجمال، شايفين الكشري عامل ازاي؟ مفلفل بقى وحلو جدا. الله على الريحة وعلى جماله، الكشري الأصفر وجماله. شايفين الحلاوة؟ طبعا قدمته في الطبق وحطيت فوقيه الورد، ومن حواليه برضو الورد، وحواليه حطيت البيض. طعمه حلو جدا، وطبق سهل كده وموفر واقتصادي ومغذي وحلو جدا جدا. اعملي لأولادك هيعجبهم، وكمان مغذي
واقتصادي زي ما قلت لك. واهم حاجه ما تنسيش تعملي اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.